السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا جيسي. لو اول مرة تتابعيني بعمل ريفيوهات عن سكين كير والهير كير وميك اب. لو اول مرة تتابعيني دوسي على سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا النهاردة نبدأ الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة توعية او نصيحة ازاي استخدم الديودرنت. في ناس هتستغرب وتقول يعني ايه وازاي يعني، وفي حد ما يعرفش يستخدم الديودرنت. ايوه، في ناس بتستخدم الديودرنت غلط. طيب ازاي الكلام ده؟ اول حاجه لو عايزه ما يجيلكيش التهابات، الديودرنت لازم يستخدم على بشره نظيفه. يعني ما ينفعش وانت عرقانه تروحي جايه فاتحه الديودرنت وحاطه منه. دي اول نقطه. وبعدين بيعمل ريحة وحشة جدا، ريحة البكتيريا مع ريحة العطر اللي بيبقى في الديودرنت بيعمل ريحة وحشة جدا. فانت كده بتعملي كارثة، بتلهبي جلدك وبتعملي ريحة وحشة بدل ما تعملي ريحة عطرة وحلوة. طب دي اول حاجة. طيب خلاص عرفنا نضفنا البشرة وكده، هنستخدم بقى الديودرنت ازاي؟ ادي العبوة اهي. اوكي، طيب لو جيتي كده مسكتي العبوة ورحتي عاملة كده ما طلعش اي حاجة، حتى بصي ايدي ما طلعش اي حاجة. لازم 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 العبوة تترج كويس جدا. بس هي العبوة دي على فكرة خلصانة، هي المفروض ان هي هتطلع برودكت ابيض. اهو باين اهو، حتى خفيف شوية بس عشان هي خلصانة. هو ده البرودكت اللي بيتحط على البشر. فانت لو جيتي عملتي كده وهو مش مرجوج مش هيطلع معاكي حاجة، وهتظلمي المنتج وتقولي ده وحش وسيء وضعيف وما عمليش حاجة عشان حضرتك استخدمتيه غلط. طيب لو انا استخدمت الديودرنت في اول اليوم واضطريت او احتجت ان انا ازوده او اعيده في وسط اليوم، هل بحط ديودرنت جديد على الديودرنت القديم؟ لا، برضو بتغسلي وبتنضفي الديودرنت القديم كأن ما حطيتش حاجة خالص. بنزيل اي رواسب، عرق، بكتيريا، اي رواسب، وبننشف. كويس بقى ان انا اتذكرت النقطة دي مهمة جدا. التنشيف يا بنات، التنشيف ثم التنشيف ثم التنشيف. البنات اللي على طول عندهم irritations في منطقة الاندر ارم، انتي مش بتنشفي، بتستسهلي او بتكسلي وبتروحي حاطه على طول الديودرنت على الميه اي عك وخلاص. حضرتك بتعملي تربه خصبه للبكتيريا وترجعي تعي وتروحي لدكاتره وتصرفي وانتي مش عارفه ان انتي اللي بتأذي بشرتك. والموضوع من اسهل ما يكون، شويه تبس بسيطه جدا بتتبعيها وان شاء الله الدنيا بتبقى زي الفل. يبقى التنشيف انا بنشف كويس جدا 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 بعد عملية القوش اللي انا بعملها، وبحط تاني على نظافة. وبس كده انا خلصت. لو عجبك الفيديو دوسي على لايك وما تنسيش السبسكرايب عشان بإذن الله يوصلك كل جديد. وسلام عليكم.